آمنة حلوا مشكلة دارفور، لأنه دارفور الآن ما آمنة، ودارفور الآن أسوأ من الخرطوم، ودارفور حصل فيها تهجير قسري لمواطنين مدن بالكامل، ودارفور على تعتيم إعلامي، وده تيار جوا المطار الوطني اسمه البحر والنهر. التيار الدار يفصل شمال السودان من غرب السودان شغال الآن على إنه دارفور دي تتحرك، وإنه يتوقع سلام مع الجنجويد ديل مقابل إنه يسلموهم دارفور. ده الكلام الجاي ويتذكروه. قاعدين فيهم ضباط وفيهم ملكية وفيهم متحدثين وعندهم كيان بيدفع لناس، عندهم فريق في جهاز الأمن قاعد في مصر بيدير في العملية دي من هناك، وخطته كلها إنه يفصل دارفور من السودان. الحرب المدورة دي في ناس كتار جدا الآن، واغلبهم الكيزان قاعدين تحت والمدسين، عشان نوريكم الكلام الواضح. ليه ما بجيبوا سيره الجنينه؟ ليه ما بيتكلموا عن مشاكل ابشي؟ ليه ما تكلموا عن تهجير سلطان المساليد لتشاد، ومنها اول امس سلطان مساليد من تشاد سافر مشى فرنسا اول امس. ليه الكلام ده؟ دارفور ذاتها حيتم تقسيمها بالمناسبة، عشان ما تقعدوا تكوركوا وتجوطوا صاي. الحرب دي ما حتنتهي في 20 سنة لو ما نهى الشعب السوداني بانتصار عسكري ولا بقرار سياسي حق الشعب السوداني، ما حق حزب. الآن قبل سنة أو سنتين أنا طلعت اتكلمت في لايف في اليوتيوب متذكر لحد الليلة، وقبل سنة ونص بالضبط طلعت لايف في يوتيوب برضه الداير يشيروا بالرابط حقه عشان ما يتعدل التاريخ. قبل سنة ونص بالضبط اللي هو رمضان قبل الفات، طلعت وانا كنت في تركيا الوقت داك، اتكلمت عن مخطط كيزان الشمالية تحديدا، اتكلمت عن مخطط كيزان الشمال، وحددت لكم قيادتهم منو ومخططهم شنو، ومن الجهاز شغال معاهم منو، ومن الجيش شغال معاهم منو، ومن المدنيين معاهم منو، من الكتاب والصحفيين معاهم منو. والآن ظهروا لنا معاهم ناس تانيين اللي هم الناس اللي بينادوا بدولة البحر والنهر. الآن حيطلع خطاب الفترة الجاية إنه يا أخي البلد كله جايبه دارفور. اتذكروا كلامي ده، مع الزعل مع الغبينة انتوا حتصدقوا إنه البلد جايبه دارفور، لكن ما حد يستوعب إنه البلد جابوا الكيزان ما جابته دارفور. حتنسوا جاب البلا منو، وحتنسوا أسس الدعم السريع منو، وحتنسوا الكلام ده كله، وحيقنعوكم إنه البلد كله جابته دارفور، وحيخلوا القوات تنسحب بسلاحها تمشي دارفور. عشان تعمل شنو؟ عشان تاني ما عندهم شغله يبيدوا دارفور. دارفور دي ولعتوها انتوا، دارفور اغتصبتوا الحراير انتوا، دارفور قتلتوا الناس انتوا، دارفور سلحتوا الجنجويد انتوا. دارفور الان دارها تدفع ثمن حرب الخرطوم؟ لا ما تدفعوا، لا ما تدفعوا دارفور كله، ولا حنسكت على المخطط ده. في جزء من المخطط انه في النهايه والله لو غلبتنا نديهم الدارين في دارفور، وفرنسا تتدخل لصالح حل الازمه مقابل انه يدوها منطقه غرب دارفور يتبعوها. تقال الكلام ده ونسى، لانكم ما بتعرفوا السودان، لانكم ما بتعرفوا السياسه كلكم، لانكم كلكم من رئيس الجمهوريه بتاعكم لاصغر رئيس حزب، مش للناس المدسين ورا الستارات وبيتكلموا ديل، ولا رئيس الجمهوريه ما عارف انه الجنينه دي تابعه للسودان بموجب اتفاقيه زيها وزي تبعيه مناطق بني شنغول لاثيوبيا باتفاقيه في نفس العام. في نفس العام. اشكالات الحدود حقتكم دي كلها في اتفاقيات قديمه ممكن تراجعوها. والقرار عند سلطان دار مساليد، مش لو هجروا الجنجويد ولا عملوا ولا سووا، اللي هو سلطان دارندوكا ده وقعوا معاه اتفاقيه. ودارندوكا دي ما منطقه، قلت الكلام ده بدايه الحرب، دارندوكا دي منطقه اسم سلطان من سلاطين المساليد اللي هو جد السلطان الأسي قاعد ده جده اسمه دارندوكا، ولانه استشهد دفاعا عن منطقه الجنينه تم تسميه المنطقه باسمه. بعد ذاك منطقه كانت حره زي الاسواق الحره في دبي، تم تتبيعها للسودان بموجب اتفاق. الاتفاق وقع عليه سلطان مساليد، والورق قاعد الان، والاتفاق قاعد، والاتفاق ده اتفاق دولي بتاع الدوله مقر به. يعني قرار منطقه غرب دارفور دي يا اخواننا عند المساليد، خلوا الكلام ده خليكم عارفين انه عند سلطان مساليد. دي الحاله الوحيده في السودان اللي الاداره الاهليه عندها اعتراف دولي بتوقيع واحد من سلاطينها، الحاله الوحيده في تاريخ السودان. اتحداكم طلعوا لي حاله ثانيه. الناس الان هملت الجنينه، المخطط الجاي بدا، خليكم عارفينه يا تلحقوه، مش تقعدوا تكوركوا ليه وتنبحوا زي
امس تحديدا، امس سلطان مساليد مشى فرنسا، والكلام ده له ما بعده، له ما بعده، ومعروف وتم اخلاؤه لفرنسا عبر شنو؟ عبر تشاد. تشاد تابعه لمنو؟ معلش اخواننا التشادين ما تزعلوا، لكن تشاد لحد الان عباره عن وصايه فرنسيه، انا بقول مستعمره لكن بسميها وصايه فرنسيه. اخلاء سلطان المساليد اللي تشادوا منها فرنسا، بعد ده العاقل يميز ويعرف الحاصل الجاي شنو في غرب دارفور. بيدعانوا للحرب كرري ومبدا كانها فيلم هندي، لكن ناس دارفور بيعينوا لها كحرب لانهم ضاقوا مرارات حقيقه. يعني هنا الناس لقت البساطه وديهم القاهره، ناس دارفور مشوا من الجنين اللي تشاد بها كرعينهم. الاعلام عتم على الكلام ده ليه؟ سكتوا على الكلام ده ليه؟ نحن حاولنا نتكلم، الناس ما تكلمت. مشوا بكرعينهم لتشاد. الان بتقول للناس ارجعوا ضحايا الحرب كلهم ارجعوا، مشكله ناس الجنين ارجعوا الجنينه. الناس اللي تم تهجيرهم من كتم ارجعوا كتم. مسجد كبكابيه اللي حد الليله بأذن فيه المؤذن اللي استشهد قبل 20 سنه فاضي لحد الليله. عارفين المعلومات دي؟ امشوا كبكابيه شوفوا الحاصل فيها شنو؟ ارجعوا. ما هي الحرب دي ما الخرطوم. الحرب ما الخرطوم. لو تقولوا ارجعوا يا ناس الجنينه، ارجعوا يا ناس كبكابيه، ارجعوا يا ناس درندوكه، ارجعوا يا ناس ام دافوق، ارجعوا كلكم. ما الحرب ما الخرطوم. بعد ذاك ارجع ناس خرطوم. الحرب دي لسه يا اخوانا، والموضوع شائك. انا حاسكت حفاظا على هذا الصف الوطني المزعوم، وحننسحب. انا حنسحب حفاظا على هذا الصف الوطني المزعوم، حنسحب ان شاء الله لحد بعد ساعه ساعتين او لحد بكره.